السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. الوصفة اللي غنتقاسمها معكم اليوم اللي هي عبارة على ديسيكار بورق الفيلو بحشوة رائعة فيها يعني الخضر وفيها اللحم المفروم. تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. انا على بركه الله اول حاجه غنبداو بها هي الحشوه. غادي نوجدوا الحشوه ديالنا اللي هي فيها الفلفله، جوج حبات ديال الفلفله هكا ملونه الا كانت. شويتها ومن بعد غسلتها. عندي واحد الحبه ديال الكورجيت اللي حكيتها في حكاكه غليظه، واحد البصله مشلضه، وعندي هنايا اللحم المفروم كان عندي في المجمد. جبدته باش تطلق. صافي غناخذ هنا واحد المقلاة فاش غادي يعني نطيب واحد الحشوه ديالنا. وضعت شويه ديال الزيت بعد ما سخن. غادي نوضع البصله. بالنسبه لهاد الحشوه هذه راه ممكن تعتمدوها يعني في بزاف ديال الوصفات اللي كتحضروها. صافي غادي نشحر هذيك البصله مزيان حتى تدبل ونضيف عليها الكورجيت كما غتشوفوا معايا. بالنسبه للفلفله غادي نخليها حتى الاخير لان كما سبق لي وذكرت انني ديجا بعدا شويتها فوق البوطه يعني راها طايبه. غنخليها حتى الاخير ونضيفها. صافي غنشحر مزيان هاد الكورجيت حتى يدبل حتى هو ونضيف عليهم الكفته. صافي هنا غنضيف العطريه. عندي هنايا الملحه، تضيفوا على حسب الذوق. انا مازال غادي نزيد الفرماج والزيتون غادي ندير بحسابهم حيت كيكونوا مالحين. ضفت هنا شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير، وايضا شويه ديال التحميره والفلفل الاحمر والحلو بطبيعه الحال ماشي الحار. وعندي الكمون وشويه ديال الابزار. صافي غنخلط دابا هاد المكونات حتى تشوفوا معايا باقي المكونات اللي غنضيف لهاد الحشوه هذه. صافي هنا ضفت الفلفله كما سبق لي قلت لكم خليتها حتى الاخير حيت ديجا بعدا هي طايبه. صافي غنحرك هادشي كامل. الان غادي نضيف خديت هنايا الشعريه الصينيه بسكتها وخليتها حتى نشفت من الماء وقطعتها. وضفت هنايا شويه ديال الزيتون خضر مقطع وشويه ديال الفرماج احمر. وهنا نزيد واحد شويه ديال الصلصه الحاره اللي بغى يضيفها من طبيعه الحال يعني ما حروش بزاف، كتعطينا غير واحد البنه لهاد الحشوه. كما كتشوفوا هي الحشوه ديالي دابا راه واجده. غنخليها تبرد باش عاد نبداو باش نخدموا بها باش ما تقطع ليناش الورقه. انا خديت ورق الفيلو. كما كتعرفوا هو يعني ورق الفيلو الحاجه اللي مزيانه فيه هو اننا يعني ممكن ناخذه ونخليوه عندنا في الثلاجه الوقيته اللي نبغيو نخدموه به كنلقاوه واجد. يعني ماشي بحال ورقه البسطيله يعني ما تتصبغش بزاف. وهذا الورق ديال الفيلو يعني بالنسبه لي يعني المبتدئات اللي اول مره يخدموا به هو فاش ما خصوش يضربوا يعني البرد، يعني ضروري خصكم تغطيوه حيت كتنشف هذه الورقه وكتولي كتفرتت كامله. كما شفتوا انا هزيت هنايا جوج وراق مضوبلين والباقي جمعته وغادي نغطيه بواحد المنديل ونخليه. يعني كنهز باش غادي نخدم وكنعاود عاوتاني نغطيه. الا خليتوه هكاك معري ما غتجيو فين تكملوا الاولى ولا الثانيه غتلقاو العجينه كامله
يعني فسدت ليكم. يعني تبعوا غير هاد الطريقه هذه وغطيو يعني العجينه اللي ساليت منها، غطيوهم صافي. غادي نسرحهم هكا، كناخذ جوج ما كناخذش وحده حيت هما راه دغيا كيتهرسوا. ندوب شويه ديال الزبده وكندهن الورق مزيان بالزبده. يعني غتحاولوا غير بشويه حيت انا غير مسرعه الفيديو، بس كتكون رهيف هذا الورق الفيلو، كيكون رهيف. صافي هنا حطيت الحشوه ديالي هكايا بشكل يعني هكا طولي صافي. كنحاول انني نلفها هكذايا كما موضح لكم في الفيديو. غتحاولوا انكم ما تزيروش ايديكم بزاف باش ما يعني باش ما تحلش ليكم ولا تهرس. صافي غادي ندهن هذا الجزء هذا ما دهنتوش. كنحاول غير ندفعها يعني ما كنزير ما والو. صافي بهذه الطريقه هذه وتكونوا وجدتوا يعني الصفيحه ديال الفرن ولا اللاطه اللي غادي تحطوا فيها دهنوها حتى هي بالزبده او لا بالزيت. دهنتها بالزبده صافي. غادي نبقى نحطهم بهذا الشكل هذا هنا كما شفتوا. بعد ما ساليت كاع هذوك لي سيجار كاملين دهنتهم بهذيك الزبده اللي بقات عندي. وكتاخذوا شي موس اللي يكون ماضي تقطعوه يعني على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما صافي. ومن بعد انا زينتهم هنايا بالبافون، ولا ممكن تخليهم هكاك ولا ديروا لهم الفرماج من بعد ملي يكونوا كيتحمروا دير لهم فرماج محكوك. المهم كيبقى لكم الاختيار، زينوهم ولا تخليهم هكاك. الاهم هو انه الحشوه كتجي لذيذه، وان الاهم انهم كيجيو مقرمشين كما كتشوفوا معايا. نتمنى انكم تجربوهم، ونتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم اللي تعمل فائده. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.